بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هقول لكم في الفيديو ده على تكلفة صب سقف 100 متر مربع سوليد سلاب، وهنعرف مع بعض كمية المواد اللي هنستخدمها كام وأسعارها ايه، وهنعرف مصنعيات المقاول كام، وهقول لك في نهاية الفيديو على شوية ملاحظات ممكن تفرق معاك في تكلفة صب السقف عندك. مبدئيا كده السقف السوليد سلاب ده عبارة عن سقف بيكون رقة واحدة حديد مع قمر ساقط، ويعتبر السقف ده أرخص سقف ممكن نعمله في المباني السكنية. اما بالنسبة لحساب تكلفة السقف، علشان اقدر احسبها لازم اول حاجة يكون عندي كمية الخرسانة اللي موجودة في السقف والكمرات. فهنفترض ان سمك خرسانة السقف عندنا 15 سنتي، وده اكبر سمك خرسانة السقف السوليد سلاب. فعندي المساحة 100 متر مربع، هضربها في 15 سنتي هيديني 15 متر مكعب خرسانة. ده تكعيب خرسانة السقف. لسه عندنا تكعيب خرسانة القمر. تكعيب خرسانة القمر تقريبا بيكون تلت كمية تكعيب خرسانة السقف. فاحنا عندنا خرسانة السقف تكعيبها 15 متر مكعب، كده تكعيب الكمر هيكون تلت خرسانة السقف، يعني تلت في 15 متر مكعب هيديني 5 متر مكعب خرسانة. وبكده إجمالي تكعيب خرسانة السقف مع الكمرات هيكون 20 متر مكعب خرسانة، ودي اللي هنحسب عليها كميات المواد وتكلفة السقف دلوقتي. بالنسبة لتكلفة الحديد، فالسقف السوليد سلاب كل متر مكعب خرسانة فيه بيحتاج 80 كيلو حديد. فلو ضربنا ال20 متر مكعب بتوع خرسانة السقف مع القمر في 80 كيلو حديد للمتر مكعب الواحد، هيديني إن السقف هيحتاج طن و600 كيلو حديد. وتكلفة الطن الحديد النهاردة متوسط 38,500. هنضربهم في كمية الحديد اللي احنا محتاجينها اللي هي طن و600، هيدينا إجمالي تكلفة الحديد اللي احنا محتاجينه 61,600. أما بالنسبة لحساب كمية الأسمنت، فاحنا عندنا المتر مكعب خرسانة بيحتاج تقريبا 7 شكاير أسمنت. السقف عندنا فيه 20 متر مكعب خرسانة، المتر الواحد هيحتاج 7 شكاير أسمنت، فبكده هلاقي إن أنا محتاج 7 طن أسمنت لصبة السقف. متوسط سعر طن الأسمنت النهاردة 3900 جنيه، هضربهم في السبعة اللي هم السبعة طن، هلاقي إن أنا محتاج أسمنت ب27,300 جنيه. أما بالنسبة لكمية الزلط أو السن اللي إحنا محتاجينها، فكل واحد متر مكعب خرسانة بيحتاج 8 من 10 متر مكعب زلط أو سن. وأنا عندي كمية الخرسانة للسقف والكمرات 20 متر مكعب، هضربها في 8 من 10 هتديني 16 متر مكعب زلط أو سن محتاجينهم للسقف. متوسط سعر الزلط أو السن النهاردة 370 جنيه، هضربهم في الكمية اللي أنا محتاجها اللي هي 16 متر مكعب، هتديني إن أنا محتاج زلط أو سن ب5760 جنيه. أما بالنسبة لكمية الرمل وتكلفته، فكل متر مكعب خرسانة بيحتاج 4 من 10 متر مكعب رمل، أو بطريقة تانية كمية الرمل بتكون نص كمية الزلط أو السن. احنا حسبنا إن الزلط والسن اللي احنا محتاجينه 16 متر مكعب، يبقى بكده احنا محتاجين 8 متر مكعب رمل. متوسط سعر الرمل النهاردة 150 جنيه للمتر، واحنا محتاجين 8 متر. 8 في 150 هيدينا ان تكلفة الرمل 1200 جنيه. وهنحتاج للسقف نص ربطة سلك وشكارتين بسكوت تكلفتهم 600 جنيه. أما بالنسبة لمصنعيات المقاول، فمصنعيات المقاول هتكون متوسط 20,000 جنيه شاملة الشمبر والمسامير. وبكده إجمالي تكلفة صب سقف سوليد سلاب خامات ومصنعيات هتكون 116,460 جنيه. عايز أقولك على شوية ملاحظات مهمة جدا هتفرق معاك في تكلفة صب السقف عندك. أول حاجة، لو الموقع عندك مفيهوش مية أو المية عندك ضغطها ضعيف، فبكده أنت هتحتاج إن أنت تجيب عربيتين مية وأنت بتصب السقف. العربية تقريبا بيكون تمنها 600 جنيه، فهتضيف كده للتكلفة تمن العربيتين اللي هما 1200 جنيه. تاني حاجة، كل ما زاد ارتفاع الدور عندك كل ما زادت مصنعية المقاول. يعني لو افترضنا ان مصنعية المقاول 20,000 جنيه على ارتفاع دور 3 متر، لو حضرتك عايز تعمل دور ارتفاعه 4 متر او 5 متر، يبقى كده مصنعية المقاول دي هتزيد. وده بسبب انه المقاول كده بيستخدم عدد عروق اكبر، لانه بيعمل وصلات في العروق علشان يقدر يوصل للارتفاع السقف اللي حضرتك عايزه. تالت حاجة، كل ما بنعلى في عدد الأدوار كل ما مصنعية المقاول بتزيد. بمعنى إن المقاول لو هيعمل عندك وليكن الدور الأول ب20,000 جنيه، وحضرتك بعد كده عايز تعمل دور تاني، فمصنعية المقاول هتزيد، بيكون في علاوة أو زيادة كل ما بنطلع دور زيادة.
او بمعنى تاني برضو ان انا وليكن عندي بيتين لازقين في بعض، بيت هيعمل سقف دور اول وبيت تاني هيعمل سقف دور خامس، فالمقاول لو هياخد في سقف الدور الاول مصنعيات 20,000، اكيد هياخد في سقف الدور الخامس ده مصنعيات اكتر، ودي بنسميها علاوة او زيادة في المصنعية كل ما عدد الادوار بيزيد او بيعلى معانا. طيب ليه؟ لان كل ما عدد الادوار بيعلى او كل ما الارتفاع بيعلى بيكلف المقاول في النجارة والحدادة والصب تكلفة أكبر، فبالتالي بيطلب مصنعية أكبر. رابع حاجة، الأكل والشرب والمواصلات بتفرق كتير جدا في مصنعية المقاول، بمعنى إن لو الأكل والشرب على صاحب البيت أكيد المصنعية هتقل، إنما الأكل والشرب لو على المقاول المصنعية هتزيد. ده غير برضو ان لو فيه نقل، لو المقاول مثلا ساكن بعيد عن المكان اللي بيشتغل فيه فبيكون فيه تكلفة نقل، فدي بيضيفها على المصنعية بتاعته او سعر المتر بتاعته. غير لو في سكن في المكان او المكان قريب منه، فدي بتقلل في مصنعية المقاول. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لكم على تكلفة صب سقف 100 متر، ولكن سقف فلات سلاب رقتين حديد من غير كمرات نهائي.